يا على البني ادم بجد. ايه بس يا عم، احنا لسه بنقول يا رحمن يا رحيم. كنت بقرأ الكتاب اللي هنبدأ بيه سلسلة من الآخر كده، وفي أوله لقيت حاجة غريبة جدا. ايه هي بس؟ بيقول إن أغلب البشر عندهم هدف غريب جدا، إنهم يعيشوا في هدوء وكمان مشهورين. تصدق والله معاك حق، انا فعلا عاوز ابقى كده كمان. الكتاب ده شكله جامد ولا ايه؟ طب ما تيجي كده نفهم الكتاب الأول بيقول إيه، بعد كده نبدأ. قشطة يا عم، تبدأ انت ولا ابدأ انا؟ ابدأ أنت يا عم. لا والله ابدأ انت. لا ابدأ أنت. يا عم ابدأ، يا عم ابدأ بس. يا مرحب في أول حلقة من الآخر كده. أنا محمد عادل وهكون معاكم بشخصيتين، الأولى الذكي اللي بيشرح لكم، والتانية ما تقولش يا عم، والله انا جاي اتعلم. هكمل أنا عشان تاريخ. اعملوا لايك وسبسكرايب وشير، ويلا بينا نخش على الجزء الاول من كتاب اصنع فكرة تطير. يا هلا والله من جديد. زي ما قلنا في أول الحلقة إن هدف أغلب البشر إن هم يبقوا مشهورين في نفس الوقت في هدوء. وحقيقي الواحد عشان يوصل فعلا للهدف ده محتاج يوازن معادلة صعبة جدا، وهي الحياة. لا يا راجل، محدش عارف يعني. يا عم اسكت وسيبني أكمل. المهم علشان نعرف إزاي نبقى مشهورين، بس الأهم إن إحنا إزاي نبقى ناجحين وكمان تطير بفكرتك. ولو أنت فعلا عاوز كده يبقى اسمع الحلقة للآخر، عشان الحلقة مليانة قصص وتجارب وطرق تعلمنا أهم وأخطر مهارة تخلينا ننجح. طب تيجوا نخمن المهارة مع بعض؟ ممكن تبقى البرزنتيشن سكيلز. هي مهمة بس مش هي. لا، خليني أفاجئك وأقولك إن هي فعلا تعتبر الأهم في العالم دلوقتي، وهي التسويق أو الماركتينج. الكاتبة برناديت جيوا قالت مقولة مهمة جدا 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 في بداية الكتاب بتاعها. المقولة دي بتقول: أعظم هدية للإنسان هي رؤيته وإعلامه بذلك. نحن نقوم بأسمى أعمالنا حين نساعد الناس أن يصبحوا كما يريدون، ونعطيهم الإذن الذي يحرمونه أنفسهم. ايه الكلام الكبير المجعلص ده؟ بالراحة بالكلام، واحدة واحدة عشان أفهم. بص يا سيدي، السيدة الكريمة برناديت بتقولك إيه؟ إنك لما تحسس الشخص اللي قدامك إن أنت شايفه وتديله الفرصة اللي هو حارم نفسه منها، هيبقى زي ما هو عاوز وكمان هيبقى مرتاح. ودي أعظم هدية ممكن تديها لأي شخص. طب ده ايه علاقته بالتسويق بس؟ هقولك، في الكتاب ده هنلاقي كل الأدوات اللازمة علشان تتعلم مهارة التسويق، اللي من خلالها هتخلي نفسك والمنتج اللي انت بتبيعه جزء مهم جدا من حياة الشخص. التسويق لا يقتصر فقط على كونه في المحلات أو انك بتبيع. انت لو كونتنت كريتور هتقدر تسوق نفسك للناس عشان الناس تفضل تسمعك وتخلي محتواك جزء مهم جدا من حياتهم. فالأستاذة برناديت بقى بتقولك ايه؟ التسويق أسلوب حياة وقصة حب لا تنتهي. يا راجل، هي قالت كده يعني؟ بص، خلينا متفقين ان كل الكلام اللي انا بقوله اللي انا فهمته، مش قالته بالحرف او بالنص. بص يا سيدي، قبل ما نبدأ عاوزك تركز معايا وتشوف زمان ودلوقتي. زمان الناس اللي كانت بتدخل فلوس ومرتاحة كانوا معروفين، شغال في أراضي ولا شغال في عقارات ولا وارث من أبوك ولا ابن ملك، مش تطلع بره دول. بس دلوقتي هتلاقي في حاجات كتير دخلت من ضمن الحاجات ديت، ومن خلالها تقدر فعلا تبقى مرتاح وغني وناجح من خلال الانترنت ومنها التسويق. دلوقتي لو انت عندك قناة على اليوتيوب او حتى على الفيسبوك وقاعد كده اهوت وبتنزل فيديوهات وربنا كرمك وعملت باللي انا هقوله لك في الحلقة، هتبقى غني وناجح وانت في بيتك كمان. حمستني والله، قول لي يلا. طيب خلينا نتفق اتفاق. الامثله اللي هضربها لك مش معناها ان انت تعمل زيها بالظبط، معناها انك تتعلم منها وتحاول تطبقها على الفكره بتاعتك علشان تطير زيهم. زمان لو انت كان عندك احسن منتج واحسن حاجه، الناس تشتري منك على طول علشان تقريبا انت الوحيد. دلوقتي انت لو عندك احسن كل حاجه، احسن دكتور، احسن منتج، احسن كل حاجه، بس انت مش عارف تسوق لنفسك كويس، فانت تقريبا ما عندكش حاجه. بكل بساطه علشان المنافسه دلوقتي في اي مجال وفي اي حاجه اكبر من اي وقت. حتى الاي اي او الارتفيشال انتليجنس دخل معانا في المنافسه، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. موضوعنا هو ازاي اقنع الناس واخليها تشتري مني وتطير معايا ونوصل بفكرتنا للنجاح. كلمه واحده وهي المفتاح والدرس الاول في الحلقه: القصه. قصه مين يا عم الزكي؟ القصه هي اللي هتخلي الناس تمسك فيك وتقول هو ده في حته ثانيه غير التانيين. هو مش ده تامر حسني تقريبا؟ معلش اندمجت. بس فعلا القصه اللي هتخلي الناس تقول بس هو ده المنتج اللي هيغير حياتي حتى لو معجون سنان وشويه كلام.
عشان تعمل ماركتينج كويس او تسويق ناجح فعلا هتبني القصة بتاعتك على اساس، ومحتاج تعرف حاجة مهمة قوي وهي الجمهور. هو انا لاعب كورة؟ ايه جمهور دي؟ جمهور مين يا عم؟ ركز معايا ابوس ايدك، الجمهور هو الناس اللي هتسمع محتواك او هتشتري المنتج بتاعك. محتاج تفهم كذا حاجة، عمرهم بقى، اهتماماتهم، بيحبوا ايه، بيكرهوا ايه، عشان فعلا تبدأ تحبك قصتك على اساس ان هي قصتهم وفعلا يبدأوا يعيشوها معاك. وبيعانوا من الحاجة ديت فعلا، وافتكر معايا كويس، بيعانوا علشان هنحتاجها قدام. طب يا سيدي عرفت الجمهور مين والناس مين، قول لي بس ايه كمان؟ هقول لك، حط نفسك مكانهم. احط نفسي فين يا ابني؟ مكانهم. يعني افترض ان انت اللي بتسمع الكلام او انت اللي بتشتري، وابدأ فكر بالعكس. يعني مش هتفكر في الفكرة، انت هتفكر في الاحتياج الاول. يا عم ابل وما اشهر ستيف جوبز، ما سألتش نفسك يا ترى هو اشمعنى هو اللي بدأ بداية جامدة كده؟ ليه مش سامسونج هم اللي بتضرب بيهم المثل؟ يعني اديني مثال ابوس ايدك، صدعت منك. هقول لك يا عم، شفت انت المقولة اللي بتقول لك حط نفسك مكانهم؟ اهو ستيف جوبز واتنين من شركائه عملوا كده بالحرف، بدأوا بالاحتياج ده فعلا وشافوا مين فعلا هو اللي هيبدأ يستخدمه، وبالاسلوب ده فعلا خلقوا من نفسهم زباين وفهموا فعلا ايه اللي الناس محتاجاه، وعملوا قصة عن الاغاني بقت بتتسمع في الايتونز والفون الصغير بدل ما كان سي دي وبيتسمع على جهاز كبير. انت متخيل ده بقى مؤثر على الناس قد ايه؟ فاكر لما قلت لك هنحتاج كلمة بيعانوا وهنركز عليها؟ اهو ستيف جوبز لقى مشكلة وصنع ليها حل، وهنا جوهرة الافكار. اي مشكلة هتلاقي ليها حل، وحل عظيم، فانت هنا خلقت لنفسك احلى فرصة قد تقول بيك للنجومية يا نجم انت. يعني قصدك ان ستيف جوبز ده جاب محل للسي دي عشان كده بقى مشهور وجامد؟ مش بس كده، بس هو ماشي بالمنهج ده. مشكلة يعني حل، يعني فرصة جديدة ليك. تمام فهمتك، خش على بعض. النقطة اللي جاية هتبقى بتعتمد على الترابط والصلة، الصلة بين الحاجة اللي انت بتقدمها فعلا والحاجة اللي الشخص التاني هيحس بيها وهو بيستخدم الحاجة بتاعتك. هنا بقى انت هتهتم اكتر للمشاعر الناتجة بعد الاستخدام. مش فاهم، هات المثال بسرعة. بص يا سيدي، هو انت لما بتركب اوبر زي ما بتركب تاكسي عادي؟ لا طبعا، بس فين المشاعر؟ اتقل معايا. بص، مش وانت بتركب اوبر بتبقى عارف اسم السواق والناس مقيمينه كام نجم والناس عامله عليه تعليقات ايه وعربيته، وشويه هتعرف امه وهتعرف العيال وهتعرف عنده كام اخت وكام بنت. بس التاكسي انت وحظك، يا ترى العربيه كويسه ولا لا، الراجل اصلا كويس ولا لا، هيظلمك في السعر ولا لا، وهكذا. الاحساس بتاعك في المشاعر اكيد مش هتبقى هنا زي هنا اطلاقا. فهمتك، يعني انت قصدك الشخص هيحس بايه خلال التجربه. الله ينور عليك، انت كده فهمتني. بس هقول لك على حاجه، كل ما خليت الجمهور يعيش فعلا القصة ديت وتبقى كأنها قصته ويعيشها خلال التجربة، كل ما بقت أحسن. يعني مثلا لما انت تيجي تشوف ماتش كورة، هل لما انت تيجي تشوف ماتش الكورة ده في القهوة زي ما تشوف في البيت؟ أكيد لا. لما انت تشوف في القهوة هيبقى فيه جو تاني خالص، انت فعلا عايش التجربة، سواء فريقك فاز أو فريقك خسر، هتطلع على طول تحكي لأصحابك القصة ديت وكأنهم فعلا عاشوها معاك، أو كأنك فعلا انت اللي عشتها، فعلا كأنك كنت في الملعب، مش زي في البيت خالص. انت لو سمعت الماتش في البيت اكيد مش هتطلع تحكي القصه ديت لاصحابك. كذلك اي حاجه تانية، لو انت صانع محتوى وفعلا خليت الشخص حاسس فعلا بالحاجه ديت، بل وخليته يجربها، لا ويحكي كمان القصه ديت لاصحابه على اساس ان هو اللي عملها، هنا هي المشاعر بتبقى الافضل خلال التجربه. ممتاز، الحلاوه دي. خش على اللي بعده بسرعه. قبل ما نخش على النقطه الجايه، عاوز اقول لك حاجه مهمه جدا، ان مش بس لازم تعمل قصه وجو للشخص اللي هيسمعك او هيشتري منك، انت كمان لازم تخلي جزء كبير جدا من الشغف بتاعك يخليك تزق وتكمل. معلش كده فهمني اكتر، عشان انا سمعت ان الشغف ده بتاع العيال التوتو. إريك شميدت الرئيس التنفيذي لجوجل قال مقولة مهمة جدا، ان افضل الاختراعات لا تنتهي ابدا، لا يتوقف المخترع العظيم قائلا لقد انهيت عملي، انهم يعملون جاهدين لخلق شيء افضل يدفعهم الحب والحاجة. وكان قصده بالحب والحاجة او الشغف يعني هو التفاني في العمل وبذل كل ما يمكن بذله، مش اللي هو لو ما فيش شغف فانا مش هشتغل، لا، اصنع شغف وكمل لحد الاخر. يلا بينا بقى نخش على الترس التاني، هو بيتركز حوالين هرم التوقعات. علشان نفهم هرم التوقعات محتاجين نفهم الاول ايه التحديات اللي هتقابلنا علشان نقدر نخطط صح. اكبر التحديات اللي هتقابلنا وكنا اتكلمنا على واحدة منهم قبل كده، وهي المنافسة وتشابه السلع
وقلة وعي المستهلك، سواء كان منتجك دوت ملموس أو حتى على الإنترنت. مش إحنا دلوقتي بنشوف 60,000 واحد بيقول لك أنا أونلاين كوتش يا عم، تعالى أما أعمل لك نظام غذائي وأظبطك؟ منهم اللي أسلوبه جامد وفعلا صادق، ومنهم اللي أي كلام كده وخلاص. وهكذا مع الترند، تلاقي كل الناس قررت إن هي تركبه وتقول لك يلا أما نجرب، وده بيؤدي فعلا للمنافسة وتشابه السلع وقلة وعي المستهلك. المستهلك بيبقى شايف حاجة قدامه وكل الناس بتبيعها أو كل الناس بتعملها، فبيقول لك اما اشتريها وخلاص، او اما اجربها وخلاص، او اما اسمع وخلاص، او اما اشترك مع الاونلاين كوتش ده وخلاص. فهتلاقي ان شركات لسه باديه هوب مره واحده طلعوا السما، بقوا بينافسوا شركات كبيره او حتى عدوه، زي مثلا جوميا وامازون او الحاجات اللي شبههم، وكلهم داخلين السوق. بس دلوقتي بقى في جوميا، بقى في سوق دوت كوم، بقى في علي اكسبريس، بقى في حاجات كتيره جدا بتنافس امازون، وبعض الحاجات عدتها بالفعل. يا ترى بقى الشركات الصغيره ديت عملت ايه علشان توصل للليفل ده؟ زمان طريقه التسويق كانت بتعتمد على الاستراتيجيه دي: وعي، انتباه، شراء. اللي كان بيميز الطريقة دي هي ان المشتري كان بيعرف تاريخ الشركة بالتفصيل، والشركة كويسة ولا لا، وهي اصلا بقالها كام سنة، وبيعرف تاريخ الشركة بالتفصيل. بس لما تيجي تبص بقى للشركات الجديدة والناس صناع المحتوى وهم بيسوقوا لنفسهم، بقوا يستخدموا الاستراتيجية دي: جذب، ألفة، شراء. الطريقة دي بتركز انك هتحسس الشخص اللي قدامك قد ايه هو في امس الحاجة للحاجة اللي انت بتبيعها او الحاجة اللي انت بتقدمها، وحياته من غيرها لا تسوى. انا حاسس اني بغرق، ارجوك انقذني بمثال وبسرعة. طيب بص، عشان تفهم اكتر هقول لك المثال الجامد دلوقتي. ثانية واحدة قبل ما تقول المثال، وانت قاعد لحد دلوقتي من غير ما تحط لا لايك؟ يا نهار اسوح، ومش عامل اشتراك، مش عامل سبسكرايب يا ده الاشتراك مجاني. يلا انا هستناك لحد ما تعمل لايك وسبسكرايب، والمرة تفعل الجرس. يلا انا مستنيك اهو. خلصت؟ حطيت؟ يلا بينا خش يا محمد على المثال. حلو قوي، تسلم. بس دلوقتي ركز معايا بقى، يلا هنخش في الجد. في مثل قديم قوي في البيزنس بيقول لك ايه: اصنع مصيدة فئران افضل يأتيك العالم حتى عتبة بابك. بس خلي بالك، مش انت اللي بتحدد ايه هي مصيدة الفئران الافضل، الجمهور هو اللي بيحدد. ازاي بس؟ ثواني، الجمهور هيجي يقول لي مصيدة الفئران بتاعتك توب التوب؟ يا عم ركز، مش كده، لا هقول لك. الاعلانات هي مصيدة الفئران، اسف اقصد الجمهور. حلو. مش انت في بعض الاحيان بتشوف اعلان والاعلان ده ما بيعجبكش فانت ما بتشتريش الحاجه دي، واحيانا تانية بيبقى في اعلانات جامده جدا من جمدانها حتى لو انت مش عاوز الحاجه دي بتروح تشتريها، وفعلا بتحس احساس اللي هو حياتك فعلا ناقصه لو انت ما رحتش اشتريت الحاجه دي حتى لو انت مش عاوزها. وهنا الفرق، لو الاعلان ممل بس هو هيعمل لك دكتوراه في الاعلان ده وهتبقى شاطر جدا وفي تفاصيل كتيره بس هو ممل، مقابل الاعلان اللي ما فيهوش تفاصيل كتيره بس هو ممتع وحسسك فعلا قد ايه انت محتاج الحاجه دي، انت هتروح للاعلان الممتع مش هتروح للاعلان الممل. وهنا هي دي مصيدة الفئران التمام. المهم يا سيدي انك تشوف الجمهور بيحب ايه وما بيحبش ايه وتقدم له اللي هو بيحبه على طبق من ذهب زي ما بيقولوا، هتلاقيه بيقول لك الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي. خلاص فل، اتفقنا. بس انا عندي سؤال، هو مش انا لو عرفت الناس بتحب ايه وبتكره ايه هيقولوا لي ان انا بتدخل في خصوصياتهم والحوار الفكسان ده؟ سؤال في منتهى الحلاوه، برافو عليك يا ابني والله مركز معايا. بص بقى، الأستاذة برناديت اللي هي صاحبة الكتاب في حالة لو أنت نسيت يعني، بتقول إيه؟ بتقول نحن مستعدون للتخلي عن خصوصيتنا مقابل الشعور بالأهمية. وما كانش قصدها على البائع، قصدها على الجمهور. فهمك لاحتياجات الجمهور ورغباتهم هيأثر عليك بالإيجاب، وده كله هنلاقيه في هرم التوقعات. المشكلة اللي أغلب الناس بتقع فيها إن هم بيركزوا على آخر طبقتين وبينسوا أول طبقتين، فبيشدوا حيلهم في إن هم ينتجوا أكتر، ينزلوا أكتر، يعملوا حاجات أكتر من غير ما يرجعوا للجمهور ويشوفوا احتياجاتهم الفعلية، وبينسوا خالص القصة والمشاعر بتاعة الجمهور، ودي بالفعل هي أهم حاجة. وبيعتمد إن هو خلاص هينزل كتير وخلاص علشان يبقى موجود في السوق أو يبقى موجود في النت باستمرار، وده غلط فعلا. زي ما قلنا قبل كده لازم أترك أثر وأفهم الجمهور علشان ما نزلش أي حاجة وخلاص على الفاضي والمليان. تعال بقى نخش على حاجة مهمة وهي السبب والنتيجة. فاكر لما قلت لك حل المشكلة هو المنتج اللي هو الفرصة ليك؟ أيوة فاكر، بس إيه علاقتها بالسبب والنتيجة؟ هي انت لما تصنع حل ممتاز دي نتيجة، سببها المشكلة اللي وقعت مع الناس. زي مثلا ازاي اعمل اكل صحي، دي مشكلة، الحل بتاعها والنتيجة هي ان انا انزل وصفات صحية. يبقى كده
السبب هو المشكلة، ولما الاقي له حل هي دي النتيجة. فل قوي فل. يلا بينا نيجي دلوقتي بعد ما خلاص عرفنا هما بيحبوا ايه وبيكرهوا ايه، هنقف عند حتة تانية مهمة. الحتة المهمة ديت هي الجمهور نفسه. ما ينفعش تقول انا جبت حل جبار جدا لمشكلة عويصة وتيجي تعرضه على حد مش مناسب. يعني مثلا جيت مثلا عاوز تتكلم عن الكورة او عن تحليل رياضي او عن حاجات فعلا في الكورة والرياضة، وتيجي تعرضها على مجتمع ستات او تعرضها على الستات مش هم الجمهور المناسب لفكرتك الممتازة ديت. فلازم تختار جمهورك بعناية ومنطق علشان لما تيجي تعرض فكرتك من الأساس تبقى تمام. تعال نختم بقى النقطة التانية والدرس التاني في حاجة في غاية الأهمية، وهي الرؤية. انا بعرف اشوف الحمد لله، مش هي دي الرؤية ولا ايه؟ يا ابني انت كنت ظابط مالك كده، اصحى وفوق معايا الله يخليك. الرؤية دي هي الحاجة اللي انت بتعملها وازاي انت شايفها بعدين امتى، بعد سنتين مثلا، او انت ازاي متصورها مثلا لما تنجح. يعني زي تشطيب الشقة ومهندس الديكور لما يعمل لي تصميم يعني. بالظبط، ايوه فل كده. ارجع معايا وركز. انت بقى لازم تبقى مهندس الديكور وتعمل التصميم لنفسك وتخليه معاك، بحيث اول ما تبدأ في الحاجة ولو اتشتت مثلا وتهت عن الطريق فانت معاك المرجع اللي تقدر ترجع عليه لما تتوه. او هديك مثال تاني وهو الحلاق. مش انت في بعض الاحيان بتوريه صورة وتقول له يحلق لك زيها، هو بيفضل يتخيل شكلك ويقول كده هوت ويبدأ يحلق لحد ما فعلا يطلع اللوحة الفنية اللي هو شعرك. خلينا ندخل على الدرس الثالث والاخير في الحلقة دي، وهو ازاي تخلي الجمهور يثق فيك فعلا، ودي من اهم النقاط في الكتاب. دلوقتي علشان تاخد ثقة حد لازم تستمر في العطاء وبشكل كويس، او بشكل اخر ما تديوش حاجة واحدة حلوة مرة واحدة وبعدين بعد كده كل حاجة تبقى وحشة. انت فعلا تقدر تشد الناس بفيديو واحد او لمرة واحدة على الاقل، بس بعدين صفر ومفيش اي حاجة حلوة، ثقتهم فيك هنا هتروح وهتبقى طي النسيان، وصعب جدا 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 تسترجع ثقتك تاني، وممكن حد تاني يجي مكانك اصلا. فعشان تحافظ عليها لازم تبقى مبدع كريم. وزي ما قالت برناديت، أفضل طريقة للحصول على الثقة والانتباه هي أن تكون مبدعا كريما غير باحث عن العائد الذي سيأتيك لاحقا. حلو جدا، أنا معاك في الحتة دي وفاهمك قوي. فل عليك و10 على 10. المهم طالما بنيت الثقة دي مستحيل تقع أو تبقى مثلا موضة قديمة وتختفي زي عربيات المرسيدس أو الدحيح أو أي شركة تانية زي مثلا أبل. هم بقالهم قد إيه وثقتهم موجودة في الناس ما بتقعش. نختم الحلقة بقى بكود جميلة قوي بيقول لك إيه؟ لا تنافس على الربح القريب بل نافس على المعنى. حين تفعل ذلك ستحصل على اهتمام الناس لأنك استحققته لا لأنك اشتريتها. ومن الآخر كده أتمنى أكون قدرت أوصل لكم جزء مهم جدا من الكتاب وقدرت أفيدكم. استنونا بقى في باقي أجزاء الكتاب في حلقات جاية إن شاء الله كل يوم 3 الساعة 9 بتوقيت مصر. أشوفكم على خير، إلى اللقاء.